اتاخد واتاخد اعضائه، ووالده طلع ووالدته طلعت وكتبوا بلاغ في العصابة الكبيرة ديت، غسيل اموال، تجارة اعضاء، ايه ده كله؟ ايه ده كله؟ من واحدة كانت بتسرق اطفال وبتبيع كبدة على عربية، بقت تلعب بالفلوس لعب، بقت تلبس ذهب بملايين. ايه ده كله؟ وهي بقى تقول لك انا معيش فلوس، انا مش عارف ايه، وما كانتش عاوزه تدي الوليه حقها. بس المفروض ما تاخدش حقها. هتاخد فلوس حقها من ايه؟ من كلية ابنها اللي باعته، ولا من ابنها اللي راح؟ هتاخد حقها ايه؟ ده ابنها راح. هتاخد فلوس مشبوهه مسروقه بدم ابنها؟ ايه ده؟ والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. مساء الخير يا جماعه، عاملين ايه؟ النهارده معانا فيديو يفرح جدا جدا وخبر سعيد جدا جدا، خبر سعيد لكل جمهوريه مصر العربيه، وشكرا جدا جدا وزيره الداخليه، شكرا جدا 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 لها اللي هي نظفت مصر من البواقي اللي ملهاش لازمه، من البواقي اللي ضيعت اطفالنا وضيعت شبابنا وضيعت بناتنا بصوره اعملي خير وارمي البحر. يعني نعمل احنا ايه بقى؟ النهارده اتقبض على الفنانه اللي احنا كنا بنحسبها محترمه وبنحسبها بتعمل خير وبنحسبها بتعمل كل ده صواب، اتاري كل اللي هي بتعمله ده جرائم مداريه وجرائم سحبت وراها حاجات كتير كتير كتير. النهارده معانا احسن خبر، شكرا جدا جدا وزير الداخليه، نظف البلد من الاشكال، جاب كده كيماوي ولا جاب بطاس ولا جاب كرار وكنس الحته، نظفها من الحشرات اللي كانت فيها، من البواقي المعفنه اللي كانت فيها. شكرا جدا 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 يا سياده الريس، مشكورك جدا اللي انت قمت بمجهود جامد جامد جدا جدا، اللي انت تنظف مصر من عصابه كبيره كانت بتنهش في لحمنا باسم ايه؟ انا بعمل خير معاكي. النهارده اتقبض على وفاء عامر وهي في الساحل الشمالي، وهي في احد الفلل الهاي. وطبعا وفاء عامر ديت نص البلاوي كلها، هي اللي السبب في كل حاجه، هي السبب في الله يرحمه ابراهيم شيكا، هي سبب في دينا مراجيح، هي سبب في الحاج والله انا ناسيه اسمه بتاع اللي كان بيعمل كبده والحاجات اللي احنا كنا بنسميها الحلويات ديت، امعاء المؤاخذه يعني البقر يعني. كل ده بسبب الفنانه اللي بتداري ورا الفن وبتداري ورا الخير، اللي بتطلع بتقول لكم تبرعوا بالخير. وطبعا الفنانه اللي احنا ما احناش عارفينها هي مسلمه ولا مسيحيه، الهام شاهين طلعت تقول هي في ايه لما بتتبرعوا بأمعائكم للخير، مش بدل الدود ما ياكلها. انت مالك؟ ما ياكلها ولا ما ياكلهاش؟ عاوزين نموت وحاجتنا في عبنا يا ستي. اتبرعوا بالكلى، اتبرعوا بالكبد، اتبرعوا بالقلب، اتبرعوا بالطحال، اتبرعوا بالعين القرنيه، اتبرعوا بالنخاع، اتبرعوا بالمخ، اتبرعوا ايه؟ كل دي دعايه لتجار الاعضاء، كل ده دعايه لتجار الاعضاء. طبعا وفاء عامر اتقبض عليها، ام سجده اتقبض عليها، سلمى الرحال اللي طالعه تعيط وتبكي وانا بصرف كتير، انا بكسب كتير، انا بكسب ملايين، انا رحت مش عارفه ايه صرفت 2 مليون في 10 ايام، انا رحت صرفت في مش عارفه كام مليون في 3 ايام. كل ده من هنا جازه، كل ده منين؟ من العقارات. وطلع تقول انا كسبت احد الفيديوهات انا عمولتي 1,500,000، عمولتها 1,500,000. كل ده من ايه؟ كل ده وانت جايه تتكلمي مع دينا مراجيح، ونفس الجمله قلتها مع عم احمد، ونفس الجمله قلتها مع ضحايا كتير. هي الجمله. زي واحده ما طلعت برضو شابه ربنا يحميها ويسترها، قالت انا اتعرض عليا في حسابي 1,500,000 ولا 1,600,000 على اساس ابيع كليه.
قفلت الجيميل بتاعها على التيك توك. كل ده من ايه؟ كل ده من ايه؟ ايه الهريمان اللي انتوا فيها ده كله؟ من ايه؟ ايه ده كله؟ وليلى الشبح، لا ده انا جوزي كان كذا، لا ده انا جوزي كان كذا، وانتوا شغالين في تجاره الاعضاء وخطف الاطفال. انت حرقت كم ام على ابنها، حرقت كم ام على بنتها، حرقت كم شاب على ضناه ما فرحش بعياله. ليه؟ وهبه التركي اللي اشتركت مع وفاء عامر ان هي تبيع كده جوزها عشان يتحسن مستواها، عشان هي كده مستواها مش كويس. لا انا جوزي ما كانش بيدخله الا 40 50 الف يعملوا ده، كانوا بيطيروا. لا انت عاوزه اكتر من كده، انت كده خدت اكتر من كده، وكنت منع الام تشوف ابنها، منع اخواته، منع كل حد يكشفك على حقيقتك يا هبه التركي، وتاخديه قبل ما يتوفى ب3 ايام توري له تختار تربه من انهو عشان تدفن بيها يا جبروتك يا شيخه. بتقولوا له روح روح. انا مش عاوزاك، انا خدت اللي يهمني. مين واحده تعمل مع جوزها كده؟ مين واحده اصيله تعمل مع جوزها كده؟ طبعا امه طالعه، الحاجه طالعه بتقول هي كانت مفصوله منه وكان سليم، هو كان سليم وعامل تحليلات اللي هو سليم، وكان قاعد قبل كده 7 اشهر قاعد من الشغل. فيها ايه؟ في ناس بتقعد بالسنتين والثلاثه، في ناس كتير بتقعد من غير شغل لحد ربنا ما يفك عليه. وطبعا كانت منع اهله يزوروه، وراحت اشترت مدفن ب 250 الف جنيه، وهي عند اهلها مدفن، عند اهله مدفن، كان اللي الحق ان هو يدفن عند اهله. لكن سبحان الله، سبحان الله، ابراهيم شيكا جاله حقه، دينا مراجيح جالها حقها، عم احمد وغيره وغيره وغيره. وابراهيم شيكا الله يرحمه هيتحلل وهيتكشف عليه من تاني، ويشوف اعضائه هل متاخده ولا هي سليمه، زي ما هي طالعه تبكي وتعيط، طالعه تبكي وتعيط، وعماله تكتب على الحيطان ندم اللي هي عملته في جوزها، بتندم اللي هي عملته في جوزها. يا ترى ابيح كليتي انا امتى؟ ليه تخليه يبيع كليته؟ ليه تخليه يبيع كليته؟ ليه؟ انت انسانه جبروت، انت قتلتيه بالبطيء عشان طمعك، عشان تعيش في مستوى عالي قوي قوي، حبيت تقضي عليه، ومنحت امه تشوفه، ومنحت اخواته، وبقيت تقل من الحاجه. ليه؟ وطبعا كميه كبيره من العصابه كانت مشتركه في الجرائم دي كلها. وامه ساجده، اللي فواتح، اللي لبس الدهب من هنا لهنا لهنا من سنه واحده، لما كانت بتبيع كبده على العربيه لقناها مره واحده فيلل وسياحه ومش عارف ايه. مهرجان ايه ده كله؟ منين جالك كذا ده كله؟ منين كل ده؟ منين؟ قولوا لي يا جماعه. تعالوا بقى على مين بقى؟ على ام مكه بقى. ما هي الشروه الساقطه ديت، الشروه الشحاته المتسوله ديت كلها بتلم بعضها مره واحده، ما شاء الله عليها. لمت الزباله كلها ولمت البيئه المتسوله. ام ساجده، فواتح، سلمى الرحاب بتاعت القهوه والشاي، هبه التركي، مين كمان يا اولاد؟ مين كمان؟ واحده اسمها امل مش عارفه ايه كده، ليلى الشبح اللي بتداري ورا جوزها اللي هو كان سايب لها ملايين، اسمها ايه؟ كتير كتير قوي قوي قوي. كل ورا ده بقى، كل ورا ده وفاء عامر اللي طلعت تقول لكم ايه؟ فلان بيغسل كلى، لو انتوا حبيتوا تساعدوه هنزل لكم الحساب على الوصف يساعدوه، فلان عاوز مش عارف ايه، فلان، وهي بتحولهم لتجاره اعضاء. ولد اسمه محمد خالد عنده 6 سنين من الوراق، اتاخد اعضائه، والدته طلعت وكتبوا بلاغ في العصابه الكبيره ديت، غسيل اموال، تجاره اعضاء. ايه ده كله؟ ايه ده كله؟ من واحده كانت بتسرق اطفال وبتبيع كبده على العربيه، بقت تلعب بالفلوس لعب، بقت تلبس ذهب بملايين. ايه
ايه ده كله؟ وهي بتقول لك انا معيش فلوس، انا مش عارف ايه، وما كانتش عاوزه تدي الوليه حقها. بس المفروض ما تاخدش حقها. هتاخد فلوس حقها من ايه؟ من كلية ابنها اللي باعته، ولا من ابنها اللي راح؟ هتاخد حقها ايه؟ ده ابنها راح. هتاخد فلوس مشبوهه مسروقه بدم ابنها؟ ايه ده؟ ايه ده يا جماعه؟ ايه ده؟ نظفوا يا جماعه الاشكال دي يا جماعه، نظفوا الاشكال دي يا جماعه. احنا خلاص تعبنا، احنا تعبنا وخفنا على اولادنا وترعبنا، ولا عاد في امان لاي مخلوق. والله انا بقيت اخاف انزل اولادي اي طلب، بقيت اخاف. وفاء عامر جايبينها في فيديو وهي عاوزه تاخد طفل صغير، تقول له ايه، اخد معايا اسبوع الساحل الشمالي، اصل انا عندي شاليه صغنن كده، عاوزه تاخده من امه عشان تبقى اعضائه. لازم تتكشفوا، لازم، ولازم تاخدوا جزاتكم، لازم تاخدوا جزاتكم من الضحايا اللي انتوا نهتوها. انتوا مش تتعدوا يا جماعه، ده انتوا بتتقطعوا من جسمكم، زي ما حرمت كل ام وحرمت كل واحد من عياله وحرمت ناس كتير من ضناها. حسب الله ونعم الوكيل فيكم. وارجع تاني اقول شكرا جدا جدا وزير الداخليه اللي نظف البلد، وشكرا جدا جدا للرئيس اللي شايل الحمله دي كلها ونظفها من متسولين وتجار اعضاء وغسيل اموال. شكرا. وده في زيها بالظبط، ياخدوا البنايه الكلمتين الحلوين ويدفنوها مكانها. اهو انتوا بقى بالظبط كده، انتوا بالظبط. وده فيديونا، يا رب يعجبكم ان شاء الله، ولو عجبكم ما تنسونيش في اللايك والشير والاشتراك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، مع فيديو جديد ان شاء الله. اسيبكم في رعايه الله.